بتبدأ الحكاية بعد 6 سنين من سقوط مركبة فضائية تابعة لناسا اتدمرت في المكسيك، ونشرت العينات من الحياة الفضائية اللي كانت معاها. الكائنات دي اتطورت بسرعة وسيطرت على نص البلد، واتسمت المنطقة دي باسم المنطقة الموبوءة. في قافلة عسكرية قريبة من هناك، واحد من الجنود بيبلغ القاعدة إنهم أنقذوا 2 مدنيين، راجل وست. فجأة العربية اتهاجمت وحصلت فوضى، والراجل بيحاول يساعد الست، الجنود بيحاولوا يتصدوا لكائن فضائي ضخم. في الآخر بنسمع القائد بيوافق على ضربة جوية اللي كانت أكثر فعالية ضد الكائن الفضائي، بس خطيرة جدا على البشر الموجودين. بعد كده بنتعرف على أندرو، مصور أمريكي كان في المكسيك في مهمة عمل وسط حطام فندق، بيحاول يتكلم كام كلمة أسباني، وبيكتشف المستشفى اللي الناجين اتنقلوا ليها. وفي غرفة الطوارئ بيقول إنه بيدور على ست اسمها سام، بس بعد كل المجهود ده علشان يلاقيها بيسأل بس إذا كانت كويسة وبيمشي. لما بيتصل بزميله وبيشتكي من الوضع، بنعرف إن سام هي بنت رئيسه صاحب الجريدة. أندرو جه لحد المنطقة الموبوءة علشان يصور صورة تاريخية، استنى 3 سنين علشان الفرصة دي، ودلوقتي هيتخلى عن المشروع علشان يلاقي البنت ويوصلها. زميله قال له إنه مطلوب منه بس يوصل الوريثة للساحل، وبعد كده ممكن يرجع ويكمل شغله عادي. أندرو قفل الخط بعد ما قرر إن الإجابة هي لأ، بس بعد كده شفناه في تاكسي مع سام، وفي وسط الدمار سام بدأت تتكلم مع السواق وبتسأله إذا كان حاسس بالأمان وهو عايش هناك. الراجل رد إن دي حاجات بتحصل من وقت للتاني، يعني متعود عليها، والناس كلها بتكمل حياتها عادي. وفي محطة القطر سام اتصلت بأبوها واقترحت إنه يبطل يتفرج على الأخبار، لأن الإعلام بيميل إنه يوري كل حاجة أسوأ من اللي هي عليه في الواقع. لما سألها إذا كانت اتصلت بخطيبها، سام كشرت وغيرت الموضوع. بعد كده أبوها طلب يتكلم مع أندرو، والمرة دي الرسالة كانت مختلفة خالص عن اللي اتفق عليه مع زميله. رئيسه عايزه ما يسيبش البنت أبدا لحد ما يوصلها لأمريكا، وأندرو ما قدرش يرفض. وفي القطر سام سألته إذا كان صور كائنات فضائية قبل كده، هو قال لها إنه لحد دلوقتي صور بس جثث، وهو مكشر كده علق إن دي كانت فرصته الوحيدة علشان صورة في الصفحة الأولى. وفي نص الليل الإذاعة أعلنت إن في مشكلة في السكة قدامهم، والقطر هيضطر يرجع لنقطة البداية. رغم قلق البنت، أندرو قرر ينزل هناك، وقال إن المنطقة الموبوءة بعيدة جدا. لما القطر مشي، سام بقت قلقانة إنهم في نص الصحراء. الاتنين لقوا باب بيت قريب وخبطوا عليه، وطلبوا مساعدة من واحدة اسمها روزيتا. هي شرحت لهم على الخريطة مكانهم، وقالت إنهم لسه بعيد 100 كيلو عن الساحل. بسبب الكائنات مفيش حد بيسافر بالليل في المنطقة دي، وكمان مفيش فرصة حد يوصلهم. روزيتا قالت كمان إن البحرية هتقفل الساحل بعد يومين، وده معناه إن لو سام ما وصلتش قبل كده هتتعلق في المكسيك لمدة 6 شهور على الأقل من غير ما يقدروا يعملوا حاجة. في الوقت الحالي الاتنين قبلوا دعوة روزيتا وقضوا الليلة عندها، اتعشوا مع العيلة ولعبوا مع العيال. الكرتون على التلفزيون كان بيوضح ازاي الوضع تم التعامل معاه بشكل طبيعي، وكان في كائن فضائي لطيف وشخصيات بتعلم الناس ازاي يلبسوا كمامات غاز لما يكون في تدخلات جوية. بعد كده الأخبار بتقول إن الرئيس الأمريكي الجديد ضاعف الدفاع على طول السور اللي اتبنى جديد علشان يحافظ على الكائنات جنوب الحدود. وفي الصبح الاتنين كملوا رحلتهم ووقفوا تريلا علشان توصلهم لمحطة الأتوبيس. التوتر بينهم قل لما سام شافت أندرو مهتم بجد بحياة الناس، مش بس بيجري ورا المقاسي علشان يصورها. وفي الطريق اليوفط كانت بتقول إن المنطقة الموبوءة بقت قريبة. لما وصلوا منطقة المينا، سام بقت قلقانة من الوجود العسكري وخايفة إنها ما تلحقش العبور. أندرو أظهر إن لسه في مراكب بتمشي، وشرح إن الدوريات دي عادية لأن المنطقة الموبوءة ورا السور على طول. هما الاتنين محتاجين حكاية تانية لحد ما يعرفوا فين يشتروا التذاكر. لما شافوا السعر الخرافي حاولوا يتفاوضوا، وسام لما طلعت جواز السفر مدح الصورة بتاعتها، بس فضل متمسك بنفس السعر. وضح إن مفيش معاملة خاصة للأمريكان. بعد ما خرجوا وفلوسهم قلت عن اللي كانت معاهم، الاتنين اختاروا فندق رخيص علشان يقضوا فيه الليلة. أندرو استنى في أوضة سام لحد ما أوضته تتنضف، واستغل الفرصة علشان يشوف الأخبار. المذيع بيوضح إن دي بداية الهجرة الدورية للكائنات. الحدث ده معروف بس بيزيد سوء كل سنة لأن عدد الكائنات الفضائية بيزيد. حسب الأخبار الصراع لسه بعيد عن المنطقة دي، فأندرو أقنع البنت إنهم يتمشوا في المدينة ويستمتعوا بالليل الأخير في الرحلة وياكلوا ذرة ويشربوا. رغم الراحة اللي هم فيها، كانت الشوارع المبهجة مش بعيدة عن المنطقة الكئيبة اللي اتبنى فيها كتير من النصب التذكارية على شرف الضحايا، وكتير منهم كانوا أطفال. وفوق كومة من العظم لوحة بتقول إن دول مجهولين،
بقى واضح إن السكان المحليين خايفين أكتر من الضربات الجوية من الكائنات الفضائية، وجرافيتي في الشارع بيسأل مين هو الوحش الحقيقي في القصة دي. وفي طريق العودة أندرو حاول يلاقي فرصة مع سام، وعمل كل أنواع الأعذار علشان يتعزم في أوضتها، بس ما نجحش. وبعد ما شكرته على السهرة قفلت الباب واتصلت بخطيبها، بس قررت ما تسيبش رسالة. الساعة 6 الصبح الإعلان العام بدأ إن آخر مركب على وشك إنه يمشي، والمينا هيتقفل بعد ما يمشي على طول. أندرو كان لسه نايم لما سام خبطت على باب أوضته، دعته يشرب قهوة قبل الرحلة، بس مزاجها اتغير لما شافت إنه قضى الليلة مع حد تاني. لما حس إنها زعلانة أندرو جري وراها وسألها إذا كانت مصممة على إنها ترجع البيت. هي قالت له أيوة، وطلبت منه يجيب التذاكر، بس لما رجع للأوضة البنت كانت اختفت. أندرو بقى غضبان لما اكتشف إنها سرقت الحاجات بما فيها التذاكر والجوازات. رجعوا مرة تانية يتكلموا مع الموظف وبيوضحوا إنهم اتسرقوا، بس ما قدروش يحصلوا على أي تعاطف من الموظف. كمان المركب مشيت، والخيار الوحيد اللي باقي هو إنهم يعدوا المنطقة الموبوءة، واللي هتكلفهم مصاريف أمنية ورشاوي كتير، وهتضاعف المبلغ الخرافي اللي دفعوه. أندرو عرض الساعة بتاعته والكاميرا، بس المجموع ما وصلش حتى لنص المبلغ. رغم ان سام اكدت ان ابوها غني جدا، الوعد بالدفع لما يوصلوا الناحية التانية ما كانش له اي معنى. بس لما خلعت خاتم الخطوبة بتاعها وظهر انه الماس، الحوار اتغير، واندرو جري علشان يضمن تذكرة لنفسه في العرض. بعد كده عربية اخدتهم على نقطة التفتيش الاجبارية على حدود المنطقة الموبوءة. غياب الجوازات كان مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، لحد ما موظف معين جالهم. هنا الرشوة دخلت في اللعبة، وتوافق على مرور الاتنين. جوه المنطقة الموبوءة وسيط اتفاوض على الرحلة مع واحد اسمه خوان، وافق انه يوصلهم للحدود الامريكية، بس حذرهم انه ما يقدرش يساعدهم لما يوصلوا. الوسيط ما نقلش المعلومات دي للمسافرين التانيين، وكمان زقهم على المركب بشكل واضح علشان يتخلص منهم. أندرو حس بشك من التصرف ده، وكمان استغرب ان مفيش مسافرين تانيين. من غير اختيارات تانية ركبوا المركب مع خوان ومساعده كارلوس. الرحلة الأولى أخدت ساعات، وبعدين خوان وقف علشان يعبي بنزين. من جوه الغابة بدأت أصوات غليظة تطلع وخلت الكل في حالة تأهب. سام كانت فضولية شوية، بس أندرو أصر إنها تركب المركب بسرعة وكملوا الرحلة. بعد كده على طول حصل انفجار في الموتور والمركب وقف فجأة. كارلوس وخوان بدأوا يصلحوا الموتور على طول لأن الليل كان على وشك يدخل. المركب لسه واقف لما الليل جه، والأصوات بدأت تاني بس أضعف شوية من المرة اللي فاتت. كارلوس اتفاجئ وقال لإخوان إنه شاف حاجة، والكل وجه الفلاشات في نفس الاتجاه. حاجة بتتحرك على سطح النهر وبتقرب بسرعة مخيفة. سام خافت جدا واتضايقت إن أندرو بيصور في الوقت ده، بس هو برر أفعاله وقال إن مفيش حاجة ممكن تتعمل. بعد كده الحاجة دي قربت جدا، واتضح إن الجزء اللي باين هو جناح طيارة. بعض الومضات الحمراء ظهرت تحت الطيارة في نفس الوقت مع الصوت. الكل كان بيتفرج على المشهد وهو ماسك نفسه من كتر التوتر، لحد ما 2 من الأخطبوط الضخم لفوا حوالين الطيارة وغطسوها في النهر. بعد كده كارلوس جري علشان يكمل الإصلاحات، واخوان ساق المركب بعيد بسرعة. والصبح مجموعة من المسلحين كانوا مستنيين على ضفة النهر لما المركب وصلت. أندرو سأل إيه اللي بيحصل، واخوان قال إن دول أصحابه والاتنين هيكملوا الرحلة معاهم على رجليهم. التغيير ده ما تقبلش خالص، وده بسبب ترسانة الأسلحة الكبيرة اللي المرشدين الجدد كانوا شايلينها. سام ترجمت كل حاجة ما فهمهاش أندرو من الأسبانية. نقلوا أوامر إنهم يمشوا بسرعة قبل ما الدنيا تضلم. رغم كده قائد المجموعة أشار لهم إنهم يوقفوا، وفجأة طلب منهم يسكتوا. كان في صوت جاي من الغابة، والكل حاول يعرف مصدر الصوت لحد ما حد حذرهم إن ده إنذار كاذب، لأنها بس بقرة ضايعة. يوم تاني عدى، وفي آخر العصر الاتنين بقوا متكاملين مع المرشدين الجدد. عملوا نار في المعسكر في وسط الغابة علشان يقضوا الليلة. أندرو سأل عن الوقت اللي هيمشوا فيه تاني يوم، وقالوا إنهم هيستنوا لحد ما يوصلوا العيلة. وهما بيتكلموا عن السور، المكسيكيين ضحكوا على مجهودات الرئيس الأمريكي وقالوا إنه مستحيل يحبس الطبيعة بالطريقة دي. من ساعة ما عاشوا في المنطقة دي المجموعة اتعودت على الكائنات الفضائية، اتعلموا عادات الكائنات وعرفوا ازاي يتجنبوا الخطر. بس الكائنات بتبقى غير متوقعة وأكتر عدوانية لما الجيش الأمريكي بيهاجم. أندرو اتصدم لما عرف إنهم بيستخدموا أسلحة كيماوية في المنطقة دي. واحد من المكسيكيين اسمه ميجل بدأ يتكلم معاه بالإنجليزي، قال إن هدف الهجمات الكيماوية هي أشجار الغابة اللي كلها موبوءة. لما أندرو ما فهمش، ميجل مسك فلاش وأخد الاتنين لشجرة. أظهر إن في كائنات كتير لفة حوالين جذع الشجرة وبتطلع نفس الضوء الأحمر،
وحتى بتتفاعل مع البشر. ميجل قال إن الكائنات دي بتتعلق من الأشجار لما تكبر وبعد كده بتروح المية علشان تتكاثر. بس دلوقتي سام وأندرو فهموا إيه هو العدوى اللي السلطات عايزة تحاربها بأي تمن. بعد كده واحد من المرشدين فضل يراقب المعسكر والكل نايم حوالين النار، وفي نص الليل حد بدأ يصرخ بتحذيرات على الراديو وصح الكل. بعض المكسيكيين فكروا إن دول العيلة اللي لسه ما وصلتش، بس مفيش وقت يستنوا. أندرو كمان ما قدرش يلاقي الكاميرا بتاعته. المجموعة اتقسمت على العربيات وسافروا في حالة تأهب وبيقفوا عند أي شبهة. ولما شاف الكل بيحط الكمامات، أندرو اترجاهم إنهم يدوا سام واحدة على الأقل، بس كانوا خايفين جدا علشان يسمعوه. ميجل قال للكل إنهم يسكتوا، وشاف إن الناس اللي كانوا في العربية الأمامية رجعوا يجروا كأنهم شافوا حاجة مخيفة. لما دخلوا، أخطبوط فضائي رفع العربية لفوق زي ما تكون لعبة. الكل كان في حالة صدمة من المنظر، وبعد كده العربية اترمت من فوق وكانت هتقع عليهم. أندرو وسام اتضايقوا جدا، والكل بدأ ينزل من العربية ويضرب في الكائن، والاتنين ما لقوش الشجاعة علشان يهربوا معاهم، بس اتجمعوا في الكرسي الخلفي واتمنوا إن الوحش يتجاهلهم. طبعا دي كانت هتبقى فرصة ذهبية لأندرو لو كان معاه الكاميرا، لأن الكائن مر من جنبه قبل ما يبلع العربية اللي وراه، وبشكل معجزي العربية اللي في النص هربت من المواجهة وأخدت سام وأندرو لحد الفجر. وهو بيحقق في المنطقة، أندرو شاف واحدة من العربيات فوق شجرة ولقى مرشدينه ميتين، وهو ماسك نفسه أخد الكاميرا وكمامة غاز من الميتين. سام كانت قلقانة من التأخير وراحت وراه، والاتنين لقوا العربية بتاعت العيلة اللي كان المفروض توصل. الاتنين اتصدموا من منظر مرعب، وأندرو غطى واحد من العيال بالبطانية بتاعته. بعد كده كملوا الرحلة من غير أي مرافقين أو مواصلات. مشيوا طول اليوم لحد ما اتصادفوا مع هرم من الأهرامات الأزتيكية المكسيكية المشهورة، وقرروا يطلعوا لفوق. منظر السور الأمريكي كان مخيف، وسام بدأت تعيط وفكرت إن الحياة مختلفة تماما على الناحية التانية. وهم محميين من الكائنات فوق الهرم، قرروا يناموا هناك وبعدين يكملوا مشيهم لما الشمس تطلع. لما وصلوا للحدود أخيرا، مفيش حد كان موجود علشان يشوف إذا كانوا يقدروا يعدوا ولا لأ. أندرو حس إن ده غريب جدا، وانطباعه ده زاد لما مشوا في الشوارع الفاضية. كتير من المباني اتدمرت من ضربات جوية واضح إنها حصلت. لما شافوا الطيارات بتطير في سماء تكساس، الاتنين قرروا يحطوا الكمامات علشان الاحتياط. بعد كده أندرو أظهر لسام جثة ضخمة اتدمرت على بيت، وأكد الشك إن الكائنات أخيرا قدرت تعدي السور. سام خافت إنها تقرب، بس أندرو طمنها إن مفيش خطر ولا حاجة. ولما دخل البيت علشان يصور الجثة، سام دورت على ناجين من غير أي أمل. بعد كده الاتنين بدأوا يسمعوا صوت غريب لكن مش باين كده إنه صوت فضائي. ده كان صوت أزيز عجلات مش مدهونة كويس وهي بتتحرك. لما خرجوا علشان يحققوا، شافوا ست بتكلم نفسها وهي ماشية في الشارع وبتزق عربية مليانة حاجات. سام قربت أكتر وشافت إن الست وشها وسخ جدا وباين عليها إنها مضطربة. ما قدرتش تتواصل معاها وردت على أسئلة سام بتقليد صوت الوزة، وبعد كده كملت تزق حاجتها. في كل حتة في المدينة يوفط بتقول إن إخلاء طارئ حصل من كام يوم. لما مشوا ورا السهم، وصلوا لمحطة بنزين منورة جدا وباين إنها زي الوهم. لما أندرو اتصل بالشرطة، قالوا له إن أقرب دورية هتتحرك علشان تيجي تاخدهم، ودلوقتي عليهم بس إنهم يستنوا. دلوقتي الاتنين بقوا مرتاحين أكتر وبيتكلموا عن خططهم لليوم اللي بعد كده، وسام ما قالتش إنها هترجع لخطيبها. أندرو قال إنه هيتصل وأعطى لسام خصوصية علشان تعمل نفس الحاجة. في التليفون العمومي، أندرو اتأثر لما سمع صوت ابنه. علاقته بأم الولد كانت قصيرة جدا، والولد ما يعرفش إن أندرو هو أبوه. مكالمة سام كانت أبرد، واعتذرت عن صوتها التعبان وقررت إنها كويسة، بس هي لسه مترددة، وودعت خطيبها وقالت له إنها بتحبه. في الوقت ده عاصفة بدأت تتكون والاتنين بيرتاحوا، ومحدش شاف البرق لما نور الكائن الفضائي الضخم. الجرس رن وسام ابتسمت وفكرت إن أندرو هو اللي دخل، بس تعبيرات وشها اتغيرت تماما لما شافت الأخطبوط بيفرد أطرافه الرقيقة جوه كأنه بيستكشف الهواء علشان يصطاد فريسة. أندرو صحي على صرخات الكائن وما قدرش يصدق حجم الكائن ده واستخبى ورا رف. سام كانت بتتفرج على سلوك الأخطبوط وشافت إن اتنين من الأطراف اتعلقوا على التلفزيون. فكته من السلك والشاشة اتطفت فجأة والأطراف تراجعت، وبره أندرو كان مذهول من المنظر وشاف كائن فضائي تاني بنفس الحجم وصل واجهوا بعض وبدأوا يصدروا أصوات كأنهم بيتكلموا. بعد كده الأخطبوطين لمسوا بعض لحد ما تشابكوا تماما. سام كمان خرجت من غير ما تخاف علشان تشوف المنظر المذهل ده، وبعد ما الوحشين انفصلوا ومشوا في طريقهم، سام قالت إنها مش عايزة ترجع البيت. بعد كده باست أندرو وعربيات عسكرية وصلت للمحطة. أعلنوا إن المنطقة دي ممنوع الاقتراب منها
والجنود فصلوا ما بين سام وأندرو وخدوهم من غير أي إنذار. في الوقت ده واحد من الجنود بلغ القاعدة إنهم أنقذوا 2 مدنيين، راجل وست. بعد كده بنرجع للبداية خالص وبنشوف نفس القافلة العسكرية اللي كانت في أول الفيلم بتتضرب من الكائن الفضائي الضخم على الطريق. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.